رجع الأسد العرين مرة أخرى. رجع قائد الغابة عرين ومكانته وقيادته مرة أخرى. الفيديو ده للناس اللي كانت منتظرة ان المصري يفوز على النادي الاهلي المصري او يتعادل مع الاهلي فالاهلي يقع تاني عشان يدي فرصة للزمالك انه يركب الدوري. الاهلي بيديك الفرصة مرة واحدة بس، او اوريدي هو الاهلي مش قاصد نعمل كده، ولكن لما بيجي بيقع مرة واحدة بس. يا تستغلها يا ما تستغلهاش، يا تمسك فيها يا ما تمسكش فيها. هي واحدة، الهدية واحدة، يا ترفض الهدية يا تمسك الهدية وتتقبلها وتركب الدوري. انما لما الاهلي يركب الدوري ويتساوى معاك بعدد الماتشات ويفرق عنك ب3 نقط، يبقى قابلني لو حصلته او وصلت له. انا عارف ان الكلام بتاعي هيزعل ناس كتير جدا وهيقول لي انت متزملك وانك مش زملكاوي. لا، انا زملكاوي، ولكن انا بقول الكلمه اللي ترضيني انا شخصيا وترضي ضميري. وان النادي الاهلي النهارده مبدئيا بس قبل اي حاجه، النادي المصري البورسعيدي لعب وعمل اداء احسن بكتير جدا من الاداء اللي عمله امام نادي الزمالك. المصري البورسعيدي بيهاجم النادي الاهلي وبيضغط على النادي الاهلي وضيع فرصه محققه للتعادل في الدقيقه 90. يعني الناس اللي بتقول لك ان علي ماهر يمكن يكون بيفوت من النادي الاهلي، كلنا تابعنا واتفرجنا النهارده على المباراه، عشان بس لما يجي واحد بس يفكر التفكير ده. عايز اقول لحضرتك ازاي كان هيعمل كده وهو اصلا لو كان كسب النهارده الاهلي كان انفرد بصداره جدول الدوري المصري الممتاز. واحد هيجي يقول لي الاهلي الان متساوي مع المصري، متساوي مع بيراميدز، متساوي مع الزمالك. الاهلي لسه فاضله ماتش، يكسب الماتش يفرق ب3 نقاط ويبقى قابلني، يبقى حصله بقى، يبقى حصله بعد كده. هو ده القصة والحكاية والرواية. احنا هنا بندي كل واحد حقه، بندي كل واحد للمكانة اللي يستحقها. الزمالك الاهلي ادى الفرصة للزمالك بدل المرة 2، الزمالك رفض الهدية من النادي الاهلي. بصراحة انا جيت كده بص كده على جدول الدوري المصري، انا انشكحت بصراحة. فرحت جدا من شكل الدوري المصري لما تلاقي 5 أو 6 فرق متساويين بنفس عدد النقط. ما علينا ان الاهلي لعب 5 ماتشات من اصل 6 مباريات، منافسه شرسه. لما يبقى 5 فرق في المركز الاول، عندك الاهلي، عندك الزمالك، عندك المصري، عندك بيراميدز، تقريبا زد طلع معاهم في الموضوع 5 فرق معاهم 11 نقطه، منهم 4 فرقه اللي هي الاهلي لعبت 5 ماتشات. فالدوري السنه دي بشكله الجديد وبستايله الجديد في سسبنس ومنافسه محترمه جدا. نتمنى انها تستمر للاخر، نتمنى ان اول 9 فرق في الدوري اللي هم طالعين يكونوا قريبين جدا من بعض والمنافسه والحماس يشتعلوا. ولكن الاهلي ادى للجميع الفرصه، ما اعتقدش انه هيفرط فيها تاني. كان معكم كابتن مصر مصطفى هشام، السلام عليكم. يا جماعه في لقطه شفتها النهارده الستوري نزلها محمد مجدي قفشه بعد مباراه المصري ليه امام عاشور، متصور هو امام وهم بيحتفلوا مع بعض بالهدف اللي سجله قفشه، وهو بيقول لامام عاشور شكرا يا اخويا على الستوري بتاعت الانستجرام بتاعته. فانا شفت اللقطه دي بصراحه، انا قلت لازم اعلق عليها، لان اللقطه دي انا بشجع كوره بقالي 10 سنين ولا حاجه، اول مره في حياتي اشوفها ان لعيب يصنع هدف لزميله وزميله يعلق له على ستوري ويقول له شكرا انك انت صنعت لي الهدف. يعني هو انت المفروض ان انت حد صنع لك الهدف او حد عمل لك الهدف انت بتروح تحتفل معاه اثناء المباراه وخلصت، انما انت تعمل امتداد لهذا الاحتفال وتشكر زميلك على هذا الهدف اللي سجلته واحتسب لك خلاص. فدي حاجه بصراحه انا ما بشوفهاش كتير، ان انا احيي لعيبه النادي الاهلي واحيي محمد مجدي قفشه المحترم اللي عمري في حياتي انا كمشجع زملكاوي عليه لقطه مش كويسه لهذا الجميله اللي عملها مع زميله امام عاشور. بجد يا جماعه نتمنى ان كل لعيبه الدوري المصري تبين لنا الحب الحقيقي، لان هم في الاول وفي الاخر يعني في ناس كتير جدا بتتفرج عليهم بتتابعهم وهم مؤثرين في مجالهم، تمام؟ فالناس لا اتمنى ان الصوره دي تتكرر كتير بس بحب مش لقطات. انا كنت ممكن اقول لك لقطه بس لو كانت طلعت من اي حد تاني غير محمد مجدي قفشه، اللقطه دي لازم تاخد حقها. ده بيدل على فعلا الحب والاحترام والتقدير، انك انت بتقدر زميلك. فدي فعلا لقطه كويسه جدا لفتتني جدا يعني. كان معكم كابتن مصر مصطفى هشام، السلام عليكم.